بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه رأيكم بقى في القمر ده؟ بيتكلم عن نفسه. أوانه بقى في السوق مغرق الدنيا، الكيلو ب20 جنيه. أنا جبت هنا 3 كيلو لأني بستخدمه طول السنة. حلو الكلام. هتشيلي لي بقى يا ست الكل العنقود دوت، عايزة بالمقص ماشي، بالسكينة ماشي، زي ما انت عايزة. خلاص. وتنضفيه وتعالي نشوف هنعمل ايه. طبعا هو مغسول غسلة تمام. حلو الكلام. انا قسمت هنا الكمية على 3 متساويين، لاننا هنعمل مع بعض 3 وصفات عظمة. هتملى التلاجة عندك وهتستغني تماما تشتريه من السوبر ماركت. اول وصفة معانا هنا، عندي حلة فيها مية مغلية ونص كوباية من الخل. بننزل بيه الفلفل في المية المغلية دي لمدة 7 دقايق بالظبط. ما تسيبيهوش يتهري خالص، انا عايزاكي تتابعيه 7 دقايق بس. بعد كده بتاخدي الفلفل تحطيه في الكبة بتاعتك. خلاص. هنحط الفلفل في الكبة، هتضربيه ضربات متقطعة. وبعد كده بقى نبتدي نحيق الهريسة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. معايا 4 معالق مليانة من التوم المفروم، معايا معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقتين كبار مليانين من البابريكا الحمراء. حلو الكلام. ومعايا هنا كوباية من الخل، ومعايا كوباية من الزيت. واهم من كل ده المادة الحافظة بتاعتنا هنا، ربع معلقة من ملح الليمون. والزيت اهوت كوباية برضو من الزيت، وربع معلقة من ملح الليمون. ادي يا ست الكل الهريسة اللي بتشتريها من الماركت بالشيء الفلاني، والبطرمان ما بيقعدش الا حاجة بسيطة. بتحطي لي بقى معلقة ونص من السكر العادي خالص بتاعنا. حلو. وبتضربي كل الكلام ده ضربات، شايفة، متقطعة، مش على طول. انا مش عايزاها عصير، انا عايزاها تتضرب ضربات متقطعة. بعد ما ضربتيها وظبطيها ابتدي بقى ملحي الهريسة بتاعتك، واضربيها تاني برضو كام ضربة معتبرين كده. ادي معلقتين ونص من الملح. ضربنا الهريسة، شايفين جمالها ولونها؟ دي هريسة العلب اللي بنشتريها من السوبر ماركت. بس يا ست الكل، العلبة دي بقى بتبقى ايدي اليمين في المطبخ، يعني لا تتخيلي بستخدمها في كل حاجة. هتستخدميها في تتبيلات الفراخ، هتستخدميها في المحاشي، هتستخدميها في السمك والبتنجان المخلل. يا سلام، معلقة منها على الفول والفول بقوطة. استخداماتها ما بتخلص. العلبة دي بتبقى موجودة عندك على رف التلاجة بالسنة، ما بتبص خالص. دوقي بقى وحطي في الاكل وادعيلي بظهر الغيب على العظمة والجمال ده. ادي اول وصفة معانا خلصناها. تاني وصفة هي الهريسة السادة البيور اللي بنحطها في الفريزر. بتطحني الفلفل في الكبة زي ما انت شايفة كده، وبتحطي بس عليه معلقتين من الملح او 3 معالق. ليه؟ ده كيلو فلفل، حطيت عليه 3 معالق من الملح. الملح بيسهلك انك انت لما تيجي تكسري حتة منها او تاخدي منها ما تبقاش ناشفة. دي تاني وصفة معانا. بتحطيها بقى في اكياس في الفريزر، لان ده فلفل مش متحطش على النار خالص، ده فلفل بيور زي ما هو كده ني. خلاص. بعمله في اكياس وبحطه في الفريزر. ده بقى للمخللات بانواعها. زي ايه؟ الليمون المخلل، الجزر، البصل، الزيتون، كل ده بنستخدم فيه الصنف ده من الهريسة. حتى هتلاقوا في فيديوهات المخلل كلها اللي احنا عاملينها مع بعض في القناة، انا مستخدمة الهريسة دي في المخللات كلها. حلو الكلام. طلعوا معايا 4 اكياس عظمة، حطيتهم في الفريزر. تالت وصفة بقى، ودي اللي هنحلي بيها النهاردة الوصفات بتاعتنا. هنعمل مع بعض الهوت صوص. الفلفل متقطع انصاص، وبحط كوباية من الخل عليه، وبحط كمان كوباية من المية. حلو الكلام. ومعايا هنا 4 معالق من التوم المفروم، وبحط كوباية مية وكوباية من الخل، ونغطي عليهم.
5 دقايق كده، وتحطي لي نص كوباية من السكر. خلاص، سيبي بقى الكلام ده كله ياخد ويدي على نار هادية لحد اما الفلفل يستوي ويتهري تماما زي ما انت شايفة كده. عايزة الفلفل في الوصفة دي مستوي صح، وحطيه بقى في الخلاط واضربيه كويس. خلاص، بعد ما تضربيه، مصفة السلك الصغيرة اللي هي الضيقة هنصفي فيها كل الكلام ده، وهنرجع نحطه على النار تاني. شايفين قوامه تقيل وجميل جدا، يعني مش هتحتاجي تزودي نشا ولا تزودي اي حاجة. الوصفة زي ما بقولها لك كده، يعني مقاديرها ممتازة. ده يا ست الكل الهوت صوص. بعد ما برد صبناه عندنا هنا في ازازة الهوت صوص بتاعتنا. ادي كل الكلام اللي قلناه النهاردة. هريسة هتبقى ايدك اليمين في الوصفات في المطبخ، والهريسة بتاعة الفريزر بتاعة المخللات، ومعاكي هنا بقى الايه الهوت صوص الجميل. كميات روعة. 3 كيلو فلفل هيقضوكي طول السنة. اديني بقى اللايكات الحلوة على العظمة والجمال ده. تعالوا بقى نشوف مع بعض الهوت صوص وقوامه وجماله. شايفين؟ والله احلى من الكاتشب كمان، مع البطاطس المحمرة والسندوتشات وكل حاجة. لايك وشير وسبسكرايب لبيت ماما بطة، وتحياتي ليكم.